السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما تعودنا وقبل ما نبدأ حكايتنا مع بعض نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي أفضل الصلاة والسلام على رسول الله. صاحبة الحكاية بتقول بابا بيعمل لي معاملة الأزواج، واللي بيعمله معايا كل يوم كارثة بمعنى الكلمة. فضلا وليس أمرا، قبل سماع الفيديو دعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على علامة الكل عشان يصلكم مننا كل جديد. صاحبة الحكاية بتقول أنا بنت وحيدة على 3 صبيان. أمي توفت وأنا عندي 15 سنة، وحاليا أنا عمري دلوقتي 30 سنة. بقالي 15 سنة بعد وفاة أمي وأنا في البيت مكان أمي، وبحل محلها في كل حاجة، من خدمة إخواتي لكل حاجة أنا اللي بعملها. أنا كنت من الأوائل في مرحلة الإعدادية، وجبت مجموع عالي دخلني ثانوية عامة، وبرغم كده بابا قال لي إحنا مش فاضيين للثانوية العامة وجري الدروس والتعب والجري هنا وهنا، تاخدي تعليم متوسط والاسم ان هي شهاده عشان تفوقي لاخواتك وتربيهم وتكبري. في الوقت ده وافقته ان انا اخش تعليم متوسط عشان خاطر افوق لشغل بيتنا ولاخواتي، ما انا برضو البنت الوحدانيه والكبيره بتاعتهم. كان ليا في الوقت ده اخ عنده 12 سنه، واخ عنده 10 سنين، واخ عنده 8 سنين، يعني اخواتي كانوا من ورا بعض. امي توفت بالكانسر وسابت لي مسؤوليه كبيره قوي في رقبتي، وابويا كان موظف حكومي وامي كانت مدرسه الله يرحمها. طبعا معاش امي الله يرحمها مع مرتب ابويا كان بيكفينا. غير كده كان بيتنا ما شاء الله 3 ادوار، كنا مأجرين منهم شقتين، يعني الحالة المادية كانت بسم الله ما شاء الله كويسة ومستورة الحمد لله. بس الفكرة كلها ان ابويا كان بيحب امي قوي 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 ومتعلق بيها، ولما توفت من هنا قال استحالة ادخل واحدة في حياتي غيرها، انا هفضل على ذكراها لغاية ما اقابل عمر ابقى اقابل رب كريم ونجتمع انا وهي في الجنة. طب يا بابا شوف اي واحدة تتجوزها تخدمنا، احنا خلاص بقت مسؤوليتنا صعبة. قال مفيش واحدة تحل محل امكم في البيت. وبدأت انا اخلص تعليم المتوسط وانا اللي اكنس وانضف وارتب واطبخ لاخواتي واشوف طلباتهم واشوف كل حاجة وطلبات بابا وكل حاجة كنت بعملها، لدرجة ان انا دخلت في سن العنوسة بقى عندي دلوقتي 30 سنة. لما خلصت التعليم المتوسط عمر 18 سنة 19 سنة كان بيجي لي عرسان كتير قوي، وعرسان كويسة جدا جدا. في الوقت ده بابا رفض تماما ان انا اتجوز، رغم ان اخويا اللي بعد مني وصل ل 16 سنه، يعني كان يقدر يشيل مسؤوليه نفسه، واخواتي بداوا يكبروا شويه، وكان بابا ممكن يعني يخليني اتعدل اموري واتجوز واعيش حياتي زي اي بنت. لكن كان رافض تماما. كل ما يجي لي عريس يقول له هي انا مش موافق، هي شايله مسؤوليه اخواتها، لما اتجوزها من اللي يعمل لنا طلباتنا. فضل يرفض في العرسان لغايه ما وصلت سن العنوسه 30 سنه. ودلوقتي انا عارفه شاب يعتبر جارنا عنده 32 سنه، بصراحه كان خاطب قبل كده وسايب وبيسافر بره. هو شافني قدرا وانا بنشر الهدوم، المهم اتعلق بيا وحبني وانا حبيته، وسبحان الله جه يتقدم لي. ابويا رافض تماما ان انا يعني اتجوز. بقول له يا بابا حرام عليك، انا دخلت العمر 30 سنه، وبعد كده فرصتي في الجواز هتبقى قليله جدا، ازاي ان انت هتقعدني كده من غير جواز؟ قال لي اخواتك اي نعم بدأوا يكبروا، بس اخواتك لما يخلصوا مهمتهم ويتجوزوا، رغم ان اخواتي كلهم ما شاء الله الكبير دخل مرحلة الجامعة، يعني عايزهم كلهم جامعيين، رغم ان الوحيدة ان انا اللي ضحيت بالتعليم بتاعي. بيقول لي هم لما حتى يتجوزوا مين اللي يخدمني؟ طب انا يا بابا مش ليا حق عن نفسي ان انا اتجوز واعيش واحب واتحب واخلف عيال؟ هو انا هفضل طول عمري عايشة اخدمك انت واخواتي واترهبن على كده وعيش من غير جواز وحياة؟ المهم ابن الجيران ده سبحان الله كان شاري بيتهم جديد، ما كانش يعرفني قبل كده، واللي انا عرفته ان هو ما شاء الله بيسافر وحالته الماديه الحمد لله مستوره وجميع وكويس جدا، وكان خاطب بنته وما حصلش نصيب قرب الفرح، والخطوبه اتفشكلت. كان نازل يعني في سفريه عشان يتجوز، حصل بينه وبين اهل العروسه مشاكل وسابها. شافني وانا بنشر الغسيل كده وبلم يعني وانا بغسل الغسيل وبنشر كده على الاحبال، فشافني ولمحني. في الوقت ده بص لي بصه كده ان هي اعجاب، انا ما حطيتش في دماغي. كل يوم يعدي من على البيت ويحاول يبص عليا، لغايه ما لقيته بعت لي طلب صداقه على الفيسبوك وقال لي يا بنت الحلال انا غرض شريف وعايز اخش البيت من بابه. وعرفت قد ايه ان انت بنت مكافحه، وبرضه اثرت على نفسك التعليم عشان تقفي جنب اخواتك وتربيهم. وانا بصراحه مش هلاقي احسن منك، بنت اصيله كافحت عشان خاطر اخواتها ووقفت جنبهم وكملت رساله امها. فانا مش هلاقي احسن منك أأمنه على حياتي. فأنا بصراحة عايزة أخش البيت من بابه، وعايزك تفتحي لي المجال وتقولي لي
انت مرتبطة بحد ولا مش مرتبطة بحد؟ ساعتها رديت عليه بالكتابة كده في الرسالة وقلت له اللي بيعوز حد بيروح بيبعت له رسالة وطلب صداقة وكلام فارغ من ده. اللي بيعوز حد بيروح يخبط على البيت من بابه وبيطلبها بالحلال. لكن حركات النت وما النت وان انت تكلمني وتراسلني واراسلك الكلام ده مش عندي. عايزني تعالى اطلبني من اهلي. ساعتها قال لي خلاص انت قلت المهم. وهو فعلا ده اللي كنت مستني الرد بتاعك ان انت ترديه عليا. خلاص ما دام ان انت عندك قبول ان انا اتقدم لك يبقى انت مفيش في حد في دماغك وانا عايزك بصراحه وشريكي. من كلام الناس الحلوة عليكي انا متمسك بك وعايزك. اتقدم لك اكتر من مرة وبابا رافض. طب انت دلوقتي يا بابا رافض ليه؟ انا خلاص وصلت لسن العنوسة. اخويا الكبير بسم الله ما شاء الله يعني كام 20 سنة دلوقتي. إيه خلاص خلص في الجامعة قرب يخلص جامعة. التاني بقى في الثانوية العامة والتاني بقى في ثالثة اعدادي. انت هتقعدني امتى؟ اخواتي خلاص كبروا. طب انت معلش انت حارم نفسك من جواز وعايش على ذكرى امي. قصاد امي ما ماتت واتدفنت انت هتموت شبابي وتدفني معاك؟ طب انا دلوقتي خلاص دخلت في سن العنوسة ونفسي اتجوز ونفسي افرح زي اي بنت. ونفسي خلاص اعيش حياتي. رحت كلمت اخوالي ورحت كلمت عمامي ورحت كلمت ناس كتير يعني لهم صلة صحابة بينهم وبين بابا. يعني بابا بيعزهم شوية. الكل يقول له حرام عليك بنتك دلوقتي دخلت في سن العنوسة جوزها وافرح بيها. بنتك ما عادش صغيرة ان انت تقعدها اكتر من كده. بنتك خلاص وصلت اخواتها لبر الامان وبقوا كبار يعتمدوا على نفسهم. انت مش هتخس لما انت تتجوز بنتك وانت ايدك بايد ولادك في شغل البيت وتطبخوا لنفسكم. وهي برضو من هنا لهنا هي هتتجوز ابن الجيران البيت قريب. ممكن جوزها يسافر ويبقى يسيبها عندك وساعات يبعت لها زيارات. يعني الدنيا هتمشي. يعني مش هتروح في بلد غير البلد. بابا راكب دماغه ورافض جدا ان انا اتجوز. وبيقول له انا خلاص اتعودت عليها في البيت وما اقدرش اعيش من غيرها. هي امها ماتت وهي بتحل محلها لاخواتها وليا. بر الاب والوالدين الاب والام احسن من جواز والدنيا وما فيها. هي لما تراعي اخواتها وتراعيني كانها كسبت الجنه وما فيها. طيب جنتي هتبقى معاكي يا بابا طول العمر. افضل مع النسا معيش حياتي. وبصراحه والشهاده لله انا حبيت ابن الجيران واتعلقت بيه. وكل يوم بتعذب لما بلاقي ابويا بيحطني في اختيار صعب جدا. العنوسه لا اما اموت نفسي. انا بفكر دلوقتي ان انا اخلص على نفسي. انا بحب ابن الجيران وعايزه اتجوزه وعايزه اعيش حياتي. كل زمايلي اللي كانوا معايا في الثانويه العامه او في الدبلوم او في مرحله الاعداديه كلهم اللي دخلوا جامعه واتجوزوا وخلفوا. لكن انا قاعده مع النساء. لا مني دخلت الجامعه اللي نفسي فيها ولا مني عشت حياتي ولا مني خطبت واتجوزت زي اي بنت. عمري دلوقتي 30 سنه وانا مخلصه وانا عمري 18 سنه. بقالي 12 سنه عايشه في وحده وعزوبيه. طب انت بتقضي عليا وبتقضي على مستقبلي باي حق؟ انا كده غلطانه ان اخوالي وعمامي قالوا تعالى عندنا واحنا نكتب كتابك ونبقى يعني نبقى موكلين عنك ونجوزك وسيبك من ابوكي؟ ولا انا اسمع كلام ابويا وافضل مع النساء واعيش طول عمري مترهبنه كده من غير جواز ومن غير خلفه ومن غير مسؤوليه؟ مسير ابويا يعني مش هيدوم لي طول العمر. ومسير اخواتي الصبيان هيتجوزوا وهيبقوا لحريمهم. ابقى عايشه على مين اللي هيضحي لي بعد كده عشان يعيشني معاه؟ هعيش ذليله لمرات الاخ ولا اعيش ذليله لما ابقى بين اربع حيطان بعد عمر طويل لو ابويا جراله حاجه؟ اخوالي والوقت وعمامي بيقنعوني بيقولوا لي تعالي واحنا نبقى موكلين عنك نخطبك. نوافق على الخطوبه ونوافق على كتب الكتاب وهو جاهز وانت كده كده ليكي شهاده هتكسري الوديعه بتاعتها وتقدري تجهزي نفسك وسيبك من ابوكي. بس انا بصراحه مش عايزه اطلع من طوعه. نفسي اكسب رضا ابويا برضو ان انا ابقى متجوزه برضاه. مش عايزه اعمل حاجه غصب عنه. بس انا تعبانه فعلا ومتضايقه. ابويا رافض ان انا اتجوز ويقول لي انت مكان امك. طب انا مكان امي في اي حاجه؟ انا الحمد لله ضحيت بتعليمي اللي انا كنت نفسي اخش ثانويه عامه وكنت نفسي اخش كليه من كليات القمه ودخلت تعليم متوسط عشان اكون جنبك انت واخواتي. الوقت بسم الله ما شاء الله اخواتي كبروا. اللي كان عنده الوقت 12 سنة بقى بسم الله ما شاء الله عنده كام 20 سنة. واخواتي خلاص وصلوا لبر الامان. اصغر عيل في اخواتي بقى ما شاء الله دلوقتي رايح اولى ثانوي. طب انت دلوقتي هتضحي بيا لغاية امتى؟ لغاية ما اموت وانا لسه بنت بنوت؟ وكمان الفرصة جات لي وانسان كويس اكبر مني بسنتين عنده 32 سنة. شاب محترم جامعي بيسافر بره. انسان ما شاء الله لما انا عجبته دخل البيت من بابه. ما عادش يلعب زي الشباب اللي بيسلوا ببنات الناس. كل الفرص دي كلها وبتضيعها مني. دلوني واكتبوني اعمل ايه. واكتبوا لها في التعليقات تعمل ايه. هي تتجوز غصب عن ابوها برأي اخوالها وعمامها وتطلع من طاع ابوها ولا تسمع كلامه؟ ولا هي تعمل ايه؟ هي بتقول انا احترت دلوقتي في حياتي. انا ما بقتش عارفه يعني
حياتي هتوصل لفين مع ابويا. انا حاسه ان ابويا اناني جدا 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 لما اختار حياته وحياه اخواتي على حساب حياتي انا. مش معنى ان امي ماتت اكون انا البديل. انا البديل ان راعي ربنا في اخواتي وابويا، اي نعم واخدمهم، لكن مش البديل ان انا اعيش طول عمري في عنوسه عشان خاطر اوصل اخواتي لبر الامان يتجوزوا ويبقى لهم بيت وعيال وحريم، وانا اتحرم من كل متاع الدنيا. وغير كده مرات الاخ لا هتدوم لي ولا اخويا هيفتح لي بيته، وممكن مراته تقول له لا انا لاختك في البيت. يعني هعيش طول عمري في وحده، وابويا اللي عايش النهارده مش ضامنه يعيش لغايه امتى. انتوا قولوا لي امشي ورا اخوالي وعمامي واكتب كتابي واتجوز ويبقى ساعتها ربنا يسامحني، وان انا كده بعصي ربنا ويعني وبخسر ابويا اللي هو بر الوالدين؟ انت اكتبوا لها في التعليقات تعمل ايه، لان انا بصراحه قلت لها والله من حقك ان انت تتجوزي وتعيشي حياتك وتخلفي وتعيشي زي اي بنت، وانا منك مدام ابوكي راكب دماغه بص لمصلحتك مره واحده في حياتك. انت ضحيتي بحياتك وبتعليمك ووقفتي جنب اخواتك لغايه ما كبروا، من حقك برضو تبص لنفسك. وانت كمان مش بتمشي بدماغك، بالعكس انت هيبقى الوالي عنك اخوالك وعمامك، يعني برضو مش بتطلعي من ايد الرجاله. مشي وراهم واتجوزي وعيشي حياتك، ومصير اللي زعلان النهارده هيتصالح. وابوكي لما يلاقيك اتجوزتي وخلفتي او عشتي في بيت جوزك صدقيني لو زعلان النهارده هيتصالح بكره، احسن ما تضيع عريس كويس زي ده وبعد كده تعيشي في العنوسه. الحياة والفرص ما بتجيش الا مرة واحدة في العمر. ده كان كلامي ليها. انتوا برضو اكتبوا لها في التعليقات تعمل ايه. موضوع صعب جدا يا جماعة. مش معنى ان مراتي ماتت وبنتي شايلتها مسؤولية مكان امها معنى كده اكون اناني واضيع مستقبل بنتي. الحياة مش كلها تضحيات، الحياة خد وهات. انت ما تبقاش اب اناني على حساب بنتك، بالعكس زي ما انت حبيت الخير لاخواتها وخلتها تضحي بعمرها عشان تسعد اخواتها، برضو من حقك ان انت برضو تدور على مصلحتها وان هي تتجوز ويبقى لها بيت ويبقى لها استقرار. وكمان البنت لما بتوصل لسن العنوسة بيبقى عندها رغبة للجواز، اما تتجوز بالحلال دلوقتي احسن ما تخش في سنها وبعد كده الشيطان يغواها تعمل حاجة غلط. طبعا دي كانت حكايتنا، ما تنسوش تكتبوا لها في التعليقات تعمل ايه، ويا ريت تكون حكايتنا عايزه وعبره لكل اللي يسمعها. بلاش نفكر في نفسنا، لازم برضو الدنيا خد وهات، فكر في الاخرين زي ما بتفكر في نفسك. وبكده حكايتنا تكون خلصت. يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس والضغط على علامه الكل عشان يصلكم مننا كل جديد. وبكده حكايتنا خلصت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.